السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة 7 صنايع. لسه مكملين في سلسلة حلويات العيد، والنهاردة هنعمل بسكوت حلو جدا هش ومقرمش، وبسكوتة كده خفيفة هنعمله بدون زبدة وبدون بيض للناس اللي بتتضايق من طعم البيض في الحلويات، وبمقادير اقتصادية جدا وبطريقة سهلة قوي بدون مضرب كهربائي. هنعمله بالمضرب السلك العادي، وهقول لكم كمان ازاي تخزنوه عشان يفضل مقرمش لآخر وقت. تابعوا الفيديو للآخر، ان شاء الله الفيديو يعجبكم ويكون مفيد بالنسبة لكم. ومتنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واختيار الكل عشان يوصلكوا كل اشعارات فيديوهاتنا الجديدة. ويلا نشوف وصفتنا النهاردة هنعملها ازاي. ودي المقادير اللي معانا اول حاجة نص كيلو من الدقيق. انا هنا مستخدمة دقيق كحك وبسكوت، لو مش متاح عندكم ممكن تستخدموا دقيق فاخر زي دقيق الضحى. ومعايا كوباية 3/4 سمنة وربعها زيت، والزيت هنا بيدي قرمشة حلوة جدا للبسكوت. ومعايا 3/4 كوباية من اللبن، و3/4 كوباية من السكر البودرة، وكيس من البيكنج باودر، وفانيليا، وريحة برتقان، أو ممكن تستبدلوها بأي روايح كحك تانية. وفي بولة هنزل السمنة مع الزيت، وهضيف عليهم السكر البودرة، وبالمضرب اليدوي هقلبهم مع بعض كده لمدة 4 أو 5 دقايق لحد ما لون السمنة يفتح وتبقى هشة. مش هحتاج في الوصفة دي مضرب كهربائي خالص، كله كده بالمضرب السلك العادي. زي ما انتم شايفين قوام السمنة والسكر، هضيف عليهم بقى اللبن والفانيليا وريحة البرتقال. هضيف يعني حوالي معلقة صغيرة من ريحة البرتقال، تديها طعم حلو جدا. والبسكوت ده بيبقى محتاج ان احنا ندخل فيه طعم. زي ما انتم شايفين كده انا خلطت الخليط بتاعي لحد ما اندمج بالشكل ده كده. هضيف بقى البيكنج باودر على الدقيق واقلبهم كويس مع بعض، وهضيف بقى الدقيق تدريجيا. ونخلي بالنا جدا واحنا بنضيف الدقيق ان احنا منحطش الكمية مرة واحدة. ممكن تاخد كمية الدقيق كلها، وممكن ان هي تبقي معايا شوية، ممكن احتاج شوية. فنخلي بالنا جدا. الفيصل عندنا هو شكل العجينة. اما الاقي العجينة استكفى من الدقيق، وبيختلف من نوع دقيق لتاني. وطبعا احنا كمان شغالين بالكوباية، فالمقادير ما بتبقاش دقيقة معايا. فان احنا نخلي بالنا اهم حاجة شكل العجينة عندي. اول ما تلم والاقيها طرية كده معايا ما زودش دقيق عليها. زي ما انتم شايفين كده انا العجينة لمت معايا وبقت طرية. وفضلت عندي كده حوالي معلقتين من الدقيق، مش هضيفهم. كان ممكن برضو اضيف شوية تاني من الدقيق، بس انا حبيتها تبقى طرية كده عشان تمشي معايا في المكنة بسلاسة ومتقطعش مني. زي ما انتم شايفين كمية الدقيق اللي فضلت معايا، ممكن نوع دقيق تاني ما يبقيش الكمية دي. يبقى نخلي بالنا كويس جدا من شكل العجينة اهم حاجة. هنا بقى هجيب الصاج بتاعي دهناه زيت خفيف جدا، مسحاه دوبك مسحة بالزيت، وهبدأ ارص فيه البسكوت بتاعي. زي ما انتم شايفين طالع من المكنة طري جدا ما بيتقطعش معايا. ممكن زي ما قلت لكم كنت ازود معلقة تاني او معلقتين من الدقيق، بس كانت ممكن ما تمشيش معايا في المكنة بالسلاسة دي. هبدأ بقى ارص البسكوت بتاعي، واكون مشغلة الفرن على درجة حرارة من 170 ل180 على حسب الفرن بتاعنا هادي ولا حامي شوية. بدخله بقى الفرن لحد ما يحمر من تحت ومن فوق. لو عندكم مروحة شغلوها بتوحد اللون. لو مش عندكم وحسيتوا ان البسكوت عايز ياخد لون من فوق، ممكن تشغلوا عليه الشواية دقيقة بس ياخد لون كده من فوق. لو لقيتوه خلاص اخد اللون كويس من غير ما تحتاجوا للشواية، خلاص ممكن تستكفوا بيه. زي ما انتم شايفين شكل البسكوت طالع عامل ازاي، مستوي من تحت ومن فوق واخد لون موحد. عايزه اقول لكم بسكوتة مقرمشة جدا. وعشان بقى ان احنا نحتفظ بالقرمشة بتاعتها، نحطها جوه كيس، يعني جوه علبة وجواها كيس، ونقفل الكيس كويس جدا عليها جوه العلبة، وتكون العلبة برضو محجبة الغلق. فده هيخليه محتفظ بقرمشته لآخر وقت. اهم حاجة في تخزين البسكوت عشان البسكوت بيرطب ان احنا نحطه جوه كيس زي ما قلت لكم، جوه علبة مغلقة، وهيفضل ان شاء الله مقرمش معاكم لحد ما يخلص. بسكوتة حلوة جدا وهشة ومقرمشة، وطعمها حلو قوي واقتصادية جدا. زي ما انتم شايفين المقادير بتاعتنا كانت مقادير اقتصادية، والطريقة كانت بسيطة خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون مفيد بالنسبة لكم. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصلكوا كل اشعارات فيديوهاتنا. وتابعونا بقى في حلويات العيد اللي جاية ان شاء الله، نعمل لكم حاجات افضل. والسلام عليكم ورحمة الله.